كنت فعلا محطوطة في ضغط وفضلت اقول لنفسي ان انا هجيب مجموع وحش ودرجاتي هتبقى وحشة جدا ومش هدخل كلية كويسة. بس الصدمة يا جماعة ان بعد الكلام ده كله دخلت كلية كويسة وجبت كمان مجموع كويس بعد ما عملت شوية الحاجات دي. هاي سوريز، ويلكم باك ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه حاجات كده الحمد لله نفعت معايا جدا، لان انا يا جماعه ما كنتش ولا بعرف اذاكر ودرجاتي كانت في النازل جدا. بس بعد ما عملت الحاجات دي الحمد لله درجاتي بقت اعلى، بقيت اتكرم مع المدرسين وجبت مجموع كويس جدا والحمد لله دخلت الكليه اللي انا عايزاها. فتعالوا اقول لكم على شويه حاجات كده محدش هقول لكم عليها، فيلا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه نتكلم فيها النهارده واهم حاجه هو المكان اللي احنا بنذاكر فيه. طيب انا دلوقتي المكان بتاعي لازم اهم حاجه فيه ان هو يكون مترتب، يكون مهيأ فعلا للجو الدراسي اللي انا داخله فيه. يعني انا دلوقتي مثلا داخله اذاكر انجليش، لازم يا جماعه بس اللي يكون قدامي انجليش، مش مثلا هدخل اذاكر انجليش يبقى قدامي جغرافيا وتاريخ وعربي ورياضه. الحاجات دي يا جماعه هتشتتكم جدا عن المذاكره وتقولوا انا ورايا واحد اتنين تلاته اربعه، ففعلا انا مش هقدر اذاكر كل ده وهتتخنقوا ومش هتذاكروا الانجليش اللي قدامكم. فاهم حاجه ان انتوا تحطوا الماده الوحيده اللي انتوا هتذاكروها عشان ما تتشتتوش ودماغكم تكون مرتاحه وعارفين انتوا داخلين تذاكروا ايه. طبعا يا جماعه المكتب بتاعكم يكون مهيأ بازازه الميه مثلا اللي هتشربوها وانتوا بتذاكروا. لو مثلا بتاكلوا اي حاجه، مثلا عايزين سناكس عايزين حلويات، اي حاجه تحطوها قدامكم. الكراسه اللي بتذاكروا بيها، كل حاجه يا جماعه تكون محطوطه، عشان مش في نص المذاكره تقولوا لا ثواني انا هقوم عشان عايزه اجيب ميه، لا ثواني انا هقوم عشان جعان عايزه اجيب حاجه. لا، كل حاجه تكون قدامي عشان ما اتشتتش واكون قاعده مرتاحه وكل حاجه حواليا. طبعا يا جماعه كل حاجه حواليا بعيدا عن التليفون. التليفون يا جماعه ده ما يكونش قدامكم، يعني بجد التليفون يطلع بره الاوضه خالص. او حتى لو انتوا بتذاكروا فيه اقفلوا الابلكيشنز عادي من السكرين تايم في السيتنج. اقفلوا الابلكيشنز بتاعتكم، يبقى بس على قد البي دي اف اللي انتوا بتذاكروا بيه وخلاص. بس يا جماعه اهم حاجه التليفون يكون بره الاوضه اللي بتذاكروا فيها. تاني حاجه بقى، ودي بجد من الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها قوي لما كنت في ثانويه عامه، وحتى صحابي عجبتهم الموضوع وبداوا ان هم يعملوا زيي ونفعت معاهم جدا، ان انا كنت بسجل الحصه بتاعه الدرس. يعني مثلا انا كان عندي حصه النهارده جغرافيا، فهبدا ان انا اسجل الحصه على التليفون عادي. هسيب التليفون وابدا ان انا اركز مع المستر بكل التركيز يا جماعه، يعني 100% تركيز وانا بسجل الحصه على التليفون. تمام، الحصه خلصت كتبت اسم الحصه، يعني مثلا النهارده اخدنا جغرافيا الدرس الكذا، هبدا ان انا اكتبه في التليفون. لما اروح البيت بقى وارتاح شويه هبدا ان انا ادخل على المكتب بتاعي واشغل الحصه اللي انا كنت مسجلاها بس هسرعها شويه. هسمع تاني شرح المستر، يبقى انا سمعته كويس اول مره كويس جدا، وتاني مره سرعته شويه هسمعه. وفي اكيد يا جماعه شويه نوتس كده هنبدا ان احنا نكتبها في اي نوت بوك عندكم. هتلاقوا بجد كميه حاجات يمكن مركزتوش فيها وانتوا مع المستر، او شويه حاجات انتوا مركزتوش فيها، فتبداوا ان انتوا تكتبوا الحاجات دي في النوت بوك. او شويه اسئله في المستر ساعات بيقول حاجات كده تبقى مهمه جدا، فتبداوا ان انتوا تكتبوها في النوت بوك دي. بجد يا جماعه الموضوع هيفرق معاكم جدا وفعلا هيثبت المعلومه، يعني ان انتوا تسمعوا مع المستر كويس جدا وتروحوا البيت كمان وتسمعوها تاني وتكتبوا نوتس، بجد المعلومه هتثبت معاكم قوي قوي. طب بعد ما عملت الكلام ده كله اذاكر بقى ازاي؟ انا عن نفسي كنت بعمل حاجه لذيذه قوي اسمها البومودورو. البومودورو دي عباره عن ان مثلا هتذاكروا 25 دقيقه كويس جدا جدا وخمس دقايق بريك. يبقى انا ال 25 دقيقه دي هركز فيها جدا جدا يا جماعه. بجد بتلم كمية معلومات مش طبيعية، بتبقوا مركزين ان دي اكنها اخر 25 دقيقة هتذاكروا فيها، فبجد بتذاكروا كمية حاجات وكمية معلومات هتدخل. بجد الموضوع ده نفع معايا شخصيا. وطبعا الخمس دقايق بريك يا جماعة ما تقعدوش على التليفون، اعملوا اي حاجة تانية، اطلعوا من الأوضة ريحوا جسمكم شوية. الخمس دقايق بريك دي خليها حاجة خفيفة بعيدا عن التليفون، عشان يا جماعة لو قعدتوا على التليفون انا بقول لكم لو قعدتوا عليه الموضوع هيطول وممكن يطول بعشر دقايق ربع ساعة تلت ساعة، وممكن ما تكملوش مذاكرة كمان. فخلوا الخمس دقايق بريك دي تبقى اي حاجة تانية ان انتوا بس تفصلوا دماغكم شوية. يعني انا عن نفسي كنت بعمل البومودورو دي وحاجة تانية اسمها فيديوهات الستادي ويز مي. يعني انا مثلا كنت بتفرج على فيديوهات اسمها ستادي ويز مي، وبرضو انا فتحت لكم شانل جديدة اسمها ستادي ويز سولي. دي ان شاء الله انا نزلت فيها فيديو ان انتوا تذاكروا معايا ونشجع بعض وكده. فانا برضو كنت بفتح الفيديوهات دي تمام وابدا ان انا اذاكر معاهم، فبجد الموضوع ده كان بينفع معايا جدا وبيحفزني للمذاكره. فلو انتوا برضو عايزين تغيروا فكره المذاكره استخدموا البومودورو او ستادي ويز مي. دي انا برضو عملت لكم الشانل دي علشان نبدا نذاكر فيها مع بعض ونشجع بعض.
الstudy with me دي مثلًا أنا ذاكرت معاكم ساعة، أنا نزّلت فيديو ساعة مذاكرة على صوت مطر كده، ممكن برضه الفترة الجاية أنزّل لكم ساعة وربع ساعة break وساعة تانية نذاكر تاني، فبرضه شوفوا قولوا لي عايزين إيه وأنا معاكم إن شاء الله. إحنا عملنا كل الحاجات دي، نذاكر بقى إزاي؟ دي بجد طريقتي وبجد نفعت معايا أوي، بعيدًا عن الورقة والقلم والحفظ اللي هو ما لهوش أي لازمة والمعلومة فعلًا بتتنسي في الآخر. أول حاجة يا جماعة أنا كنت باشرح، يعني كان عندي دبدوب اسمه توتي ده كنت باحطه قدامي كده وبابدأ إن أنا أشرح له كل حاجة فهمتها من حصة المستر، يعني أنا سمعت حصة المستر كويس وسمعتها تاني لما روّحت، فهابدأ إن أنا أشرح له أكنه طفل صغير عايز المعلومة توصل له كويس جدًا. طبعًا يا جماعة قبل ما تشرحوا له لازم الفكرة العامة بتاعة الدرس اللي أنتم بتذاكروه، لازم الفكرة العامة توصل لكم، يعني لازم الفكرة العامة بتاعة الدرس توصل لكم، لأن لو أنتم مش فاهمين الفكرة العامة مش هتعرفوا تشرحوا لتوتي ولا هتعرفوا أنتم شخصيًا أصلًا تفهموا الدنيا، فلازم الفكرة العامة كلها تكون مفهومة عشان تشرحوا لأخوكم مثلًا أكنكم بتشرحوا لأخوكم أو تشرحوا للدبدوب بتاعكم، بس أهم حاجة طبعًا الفكرة العامة كلها نكون فاهمينها. الطريقة دي يا جماعة بتثبت المعلومة كويس جدًا، جدًا، وفعلًا يا جماعة للمدى البعيد أنا باكون لسه فاكرة المنهج، يعني أنا الحمد لله كنت لسه في ثانوية عامة باعمل الحاجات دي، لو سألتوني على حاجة أنا لسه فاكراها، فبجد نفعت معايا جدًا، جدًا، لازم تعملوها. واهم حاجة في كل ده طبعا ان احنا ما نراكمش اي حاجة، يعني احنا مثلا النهاردة اخدنا درس سمعته من المستر اسمعه في نفس اليوم، التسجيل اللي انا كنت عاملاه اسمعه في نفس اليوم واشرح لنفسي واذاكره في نفس اليوم. يعني يا جماعة بجد ما تراكموش، يعني انا مثلا النهاردة سمعت من المستر ولما روحت سمعت التسجيل وكتبت نوتس وكده اذاكر يا جماعة في نفس اليوم. اوعوا يا جماعة تراكموا لان دي اوحش حاجة ممكن تعملوها. بس ممكن تقولوا لي مثلا احنا راكمنا في رمضان دروس كتيرة، احنا غصب عننا راكمنا، طب نعمل ايه في اللي احنا مراكمينه ده؟ طبعا يا جماعة انا عن نفسي في اكيد حاجات راكمتها غصب عني لان الدروس كلها كانت ورا بعض وانا مكنتش حابة خالص ان انا راكم، بس عملت شوية حاجات برضو نفعتني. انا جبت نوت بوك عندي عادي وبدأت ان انا اكتب كل حاجة انا مراكماها تمام، وبدأت اقسمها على ايامي كلها. يعني مثلا انا يوم الجمعة ما عنديش دروس، مثلا ابدأ ان انا اذاكر مثلا الدرس الكذا من الجغرافيا، اذاكر الدرس الكذا من الانجليش. يوم السبت مثلا عندي درس الصبح وبالليل الساعة 6 مثلا ما عنديش درس، فهبدأ من 6 ل7 مثلا اذاكر الحتة دي. مع الايام هبدأ ان انا اخلص كل حاجة انا مراكماها، فهتبدأوا ان انتوا تجزأوا ايامكم وتاخدوا كل يوم جزء لحد ما تخلصوا اللي انتم مراكمينه ده، وفي نفس الوقت تذاكروا الجديد، ما تسيبوش الجديد ابدا يا جماعة، ان احنا كده نكون بنوازن بين الجديد والقديم. طبعا اهم حاجة في الموضوع ده كله هو الحل، دي بالنسبة لي من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نعملها. يعني مثلا احنا ذاكرنا جزئية نبدأ ان احنا نحل عليها كتير، اكيد المستر بيديكوا واجب فحلوا عليه، ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا مثلا 200 سؤال على الدرس الفلاني وابدأوا ان انتوا حلوا، ادخلوا شات جي بي تي وصوروا له مثلا الحتة من الكتاب وقولوا له اعملي 5 اسئلة من الجزئية دي. حلوا يا جماعة كتير بجد، الحل من الحاجات اللي فعلا فرقت معايا جدا وبتثبت المعلومة اكتر ان انتوا بتذاكروا، فلازم تطبقوا على اللي انتوا بتذاكروه. ولو يا جماعة وانتوا بتحلوا حاسين ان انتوا في حاجات كتيرة في الدرس مش فاهمينها، يا جماعة اسألوا المستر، انا بجد كنت بتكسف جدا ان انا اسأله، لا بجد اسألوا المستر قولوا له يا مستر انا مش فاهمة الجزئية دي ممكن تشرحها لي، يشرحها لكم بطريقته. لو المعلومة ما ثبتتش قولوا له تاني يا مستر انا ما فهمتش الحتة دي اشرحها لي، مش هيبدأ ان هو يشرح لكم بطريقته بقى، مثلا يكتبها يرسمها يعملها لكم بطريقته لحد ما المعلومة توصل يا جماعة، عشان تكونوا فاهمين الفكرة العامة كلها، تعرفوا تحلوا عليها، تعرفوا تشرحوا للدبدوب بتاعكم او اخوكم، وتعرفوا ان انتوا تذاكروا. ففعلا يا جماعة لازم الفكرة العامة او الشرح كله يكون مفهوم عشان تعرفوا تعملوا كل الحاجات دي. طبعا اهم حاجة بالنسبة لي هي التكرار، يعني انا كان يوم الجمعة ده بالنسبة لي يوم التكرار، يعني مثلا الاسبوع كله انا ذاكرت 5 دروس، الجمعة اراجع ال5 دروس مثلا قراية اقراهم كده بسرعة ان انا افكر نفسي بيهم عشان ما انساش ان انا ذاكرته. فلازم يا جماعة ان انتوا تخصصوا يوم في الاسبوع يكون للتكرار على كل حاجة انتوا ذاكرتوها. طبعا اهم حاجه في كل ده ان انتوا تكونوا محددين الاهداف بتاعتكم، يعني انا عن نفسي في ثانويه عامه كنت عايزه اجيب مجموع كويس فكنت معلقه كده قدامي المجموع اللي انا عايزاه. نفس الكلام لو انتوا مثلا عايزين مجموع كويس، عايزين تطلعوا حاجه معينه، حطوا يا جماعه الهدف قدامكم عشان لما تيجوا تذاكروا تفتكروا كده، وفعلا يا جماعه تديكوا شغف وتحفيز جامد ان انتوا تبداوا ان انتوا تذاكروا اكتر واكتر، وتبقوا عارفين ان انتوا بتعملوا الحاجه دي عشان تفرحوا نفسكم وتفرحوا اهلكم. فيا جماعه اهم حاجه يكون عندكم هدف، طبعا اهم حاجه ان انتوا تكونوا منظمين وقتكم ومنظمين نفسكم يا جماعه. يعني انا عن نفسي قبل ما انام كنت بجيب النوت بوك بتاعتي
وابدا ان انا اكتب ان انا ورايا 1 2 3 اليوم اللي بعده، من حيث ان انا لما اجي اصحى يا جماعه منظمه حاجتي كلها وورايا 1 2 3 النهارده، فابدا ان انا اخلصه قبل ما انام. اهم حاجه قبل ما انام اكون مخلصه كل حاجه. فبرضه حاولوا ان انتوا تكونوا منظمين وقتكم اكتر، اكيد طبعا تكونوا قريبين من ربنا. يعني انا في ثانويه عامه انا قلت يا جماعه ان انا مش هطلع منها، بجد مش هطلع منها، قلت هجيب مجموع وحش جدا، درجاتي بقت في النازل، مبقتش عارفه اعمل ايه، وحسيت من كتر الضغط ان انا مش هجيب مجموع حلو. بس الحمد لله جبت مجموع كويس جدا، دخلت كليه كويسه جدا كمان. فبجد يا جماعه حاولوا انتوا تكونوا قريبين من ربنا على طول، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. عايزاكم بجد يا جماعه تعملوا كل حاجه انا قلت لكم عليها، وبجد هتستفادوا 180 درجه، وفعلا درجاتكم هتعلى جدا جدا. هشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.